للأسف إحنا بقينا في زمن لازم نخاف حتى من أقرب الناس لينا، ما ينفعش إن إحنا نآمن ونفتح بيوتنا لأقرب الناس لينا وبعد كده نتفاجأ أو نصحى على كارثة أو مصيبة. بمعنى النهارده باكلمكم عن كيس حد من واحدة فاتحة بيتها عادي لبنت عمها، وبنت عمها وهي أصلًا الواحدة دي متزوجة من ابن عمتها، المهم إن الزوج ده قريب الاتنين يعني، فهي فاتحة بيتها للاتنين وللأسف يعني ما صانتش العِشرة ولا كان عندها مشكلة نفسية مع زوجها البنت التانية، فبدأت تتواصل مع زوج دي وبدأت تكلمه وبدأوا يبقى في تواصل ما بينهم، والزوجة بقت في أمر وحيرة كبيرة لإن في أمور كتير بتقول لها إن في تواصل ما بين الاتنين، وللأسف هي مش متأكدة أو ما عندهاش حاجة قادرة تمسكها أو دليل، وبغض يعني بعيدًا عن ده كله برضه هي لسه زي ما هي فاتحة بيتها للشخص التانية دي وبتدخل بيتها عادي جدًا وبتعاملها كويس جدًا وما فيش وتيجي تكلمها تقول لك أنا مش ماسكة عليها أي حاجة. طب ماشي حطي حدود، لازم كلنا نكون حاطين حدود ما بيننا وما بين الناس اللي احنا بنتعامل معاهم، مش أي حد أفتح له بيتي، ولو فتحت بيتي يبقى بقدر معين وبطريقة معينة تخليني يفضل زمام الأمور في إيدي، الموضوع ما يخرجش عن سيطرتي أو عن إيدي وبعد كده أنا أزعل أو أندم عليه أو مبقاش عارفة أتخذ التصرف الصحيح. وفي بعض المواقف لازم يبقى في حدود فيها وأوقف بعض التواصل بشكل معين ما بين الاتنين حتى لو ده هيسبب زعل للاتنين، وحتى لو انا مش عندي لازم الاقي طريقه اللي تخليني اعمل ده علشان على الاقل انا اكون عندي سلام نفسي وابدا يعني اسيطر على المشكله قبل ما تتفاقم وتكبر. ضروري جدا، احنا بقينا بنسمع بيوت كتير جدا للاسف بقى فيها الموضوع ده موجود، بتلاقي ولاد عم وتلاقي ام قرايب اصحاب، واحده وصاحبتها وتاخد صاحبها او جوزها من صاحبتها، واحده تاخد جوزها من بنت عمها من ابن خالها ابن خالتها. الأمور دي كلها بقت موجودة وبقينا بنسمع عنها عادي في التلفزيون وفي الحقيقة وفي الواقع، فعشان كده لازم يكون في حدود في أي تعامل، مش أي حد أفتح له بيتي حتى لو قريب أو غريب، لازم أكون حذر وآخد بالي وما استناش لحد ما تقع المشكلة وما احطش البنزين جنب النار زي ما هما بيقولوا وبعدين استنى واقول والله ده هو اللي خاين هي اللي خاينة والله ده كذا. الكلام ده مش عن موضوع ده بس، ده كمان في كوارث تانية بتحصل زي بيوت كتير بيتنقل أسرار منها يعني بينقلوا الأسرار بتاعة البيت لحد تاني وبتحصل كوارث كبيرة كبيرة كبيرة. فعلا احنا في غنى عنها في ان احنا لازم نحط حدود واضحة ما بيننا وما بين الناس اللي بنتعامل معاهم، سواء قريب صديق او صديقة ولا قريبتي ايا كان، اختي حتى نفسها، لازم يكون في حدود في ايه اللي هم ممكن يعرفوه وايه اللي مش ممكن يعرفوه، ايه اللي ممكن اتهاون فيه وايه اللي مش لازم اتهاون فيه. خلوا بالكم واقفلوا بيوتكم، واحنا بقينا في زمن ربنا صعب، يعني ربنا المستعان ويعيننا فعلا عليه، واحنا كمان لازم نكون حريصين كل الحرص ان احنا ما نقعش في فخ من الفخوخ دي.